من حوالي شهر طلع الاستاذ اشرف زكي وقال ان اي حد هيدعو تيك توكرز للعرض الخاص للفيلم بتاعه هيتغرم وممكن كمان يتشتم يا اما يدفع مليون جنيه. الكلام ده جه بسبب ان سوزي حضرت العرض الخاص لفيلم الشاطر. انا من وجهه نظري الموضوع ده عادي جدا لانه يعتبر دعايه للفيلم وما فيهوش اي مشكله، هي ما مثلتش في الفيلم يعني، دي مجرد حضرت العرض الخاص. وبرده من فتره الاستاذ اشرف زكي حذف مشاهد كرام مشاكل من عمل وغرم المخرجه 100,000 جنيه. السبب ان المخرجه شايفه ان كرام مشاكل لا عليه الدور وجابته يعمل مشهدين بس مش اكتر. النهارده بقى هنتكلم عن النقابه في اغلب الاحيان بتحس ان عندها موقف ضد الناس اللي جايه من البيئه الفقيره والطبقه اللي تحت المتوسطه، ده اللي هو انا وانت يعني. الاستاذ مصطفى كامل نقيب الموسيقيين طلع وقال ان مش هيسمح ان يتقال في الاغاني ابعتها له، وابتدى يلوم ويقول ازاي النقابه اللي كان فيها ام كلثوم وعبد الحليم يتقال فيها الكلام ده. طب ماشي، هل عبد الحليم نفسه عمره ما قال لفظ فيه ايحاء مش كويس؟ لا، قال مثلا لسه شفايفك شايله سلامك شايله قمارك حبك ليا. هل ده مش ايحاء صريح؟ بالرغم من كده ما اتمنعش ولسه الاغنيه بتتسمع لحد دلوقتي. ونروح للنقابه الفنيه في مسلسل سيد الناس، ابن احمد السقا ظهر واول كلمه بيقولها في المسلسل تخليك تحس انك شامم ريحه ابناء عاملين في الموضوع، لان ده اكيد مش رد فعل شخص عادي عدى جنب مكان فيه ورشه تمثيل اصلا، ولا هو استاذ اشرف مولود في بقه كارنيه النقابه. وهل ابن الفنان ما خدش مكان شخص كان يستحق الدور ده اكتر منه؟ اكيد حصل. انا هنا مش بقول ان علشان ابن فنان ما يطلعش مواهبه، لكن لو الكلام هنا لو عنده مواهب اساسا، انت كواحد عندك موهبه التمثيل لازم تشتغل على نفسك وتضرب مجهود 5 أو 6 اضعاف علشان تقدر تنافس ابن الفنان دوت. فهل ده يعتبر عدل؟ والمشكله انك لما تيجي تتناقش يقول لك دي بلد عادل امام ودي بلد احمد زكي ودي بلد ام كلثوم وعبد الحليم، بس هل ده صح؟ اكيد لا. برضه دي بلدك وبلدي وبلدنا كلنا، وانت ازاي عايز تخلي 120 مليون واحد يسمعوا اللي على مزاجك انت بس؟ والاغرب ان النقابه طول الوقت بتهاجم مغنيين المهرجانات علشان بيقولوا لفظ في اغانيهم، اي لفظ كده مثلا زي اشرب خمور وحشيش، بس ما شفناش نفس الحماس لما تامر حسني ومحمد منير عملوا دويتو من حوالي شهر قالوا فيها هتتباسي على هتتباس، وكلام في ايحاءات برضه زي هنيالي هنيالي هنيالي. هل ده مش لفظ صريح ولا عشان الاثنين دول بيخاطبوا فئه سكان ايجيبت فتعدي عادي، ولا الغلط بيبقى على مزاجكم انتوا بس؟ الفتره اللي احنا فيها دي سوزي برضه اتهمت انها بتخدش الحياه العام في المجتمع، الكلام ده فعلا صح ومظبوط واللي غلط لازم يتعاقب، بس اللي عملته سوزي في ممثل عمل زيه واكتر وفيلم نزل في السينما عادي ومحدش قال له انت بتعمل ايه، مع ان الفيلم كان مليان ايحاءات لدرجه ان ممكن تحس انك بتتفرج على اعلان براند وقيات مش فيلم مصري. انا مش بقول ان سوزي مش غلطان، لكن بقول انك لو ناوي تمنع الغلط امنعه من كل الاتجاهات. ما ينفعش تمسك الغلط من ناحيه واحده سيب الناحيه الثانيه لمجرد انك مش قادر عليها، او لانك عارف ان ده اول ما تلمسها الدنيا هتتقلب عليك من معجبين الشخص ده وهتلاقي هجوم الكتروني فظيع عليك. وبعدين ازاي عايز مغني زي عصام صاصا واسلام كامونجا او اي حد من الموجه دي يعني يغني بنفس طريقه عبد الحليم حافظ وام كلثوم؟ الناس دي اتولدت ولاد اوكا واورتيجا وفيفتي والسادات، هم الصوت السائد، طبيعي جدا انهم ياخدوا الالهام من اللي شافوه قدامهم مش من حد مات قبل هم ما يتولدوا اصلا. باختصار جيل المطربين الكلاسيك دول كان جيل وراح، مش منطقي تحبس الناس في الماضي وتطلب منهم يفضلوا يعيشوا على نفس نوعيه الاغاني، لان الفن زي التكنولوجيا بيتطور، وحتى لو هو مش بيتطور فهو بيتغير كل يوم، بيطلع طرق واساليب جديده، واللي مش بيواكب العصر حتى لو كان اسطوره في زمنه. ويا جدع ده حتى عادل امام اللي انت بتستشهد بيه كل ما تتزني في اي نقاش 80% من مشاهده فيها ايحاءات، يعني طبيعي جدا اننا نشوف ممثل ماشي على نفس النهج دوت وبنفس الطريقه ما دام الرقابه من الاول كانت بتعدي. واللي بيضحك بقى انك ممكن تهاجم شخص صغير لانه قال كلمه شبه ايحاء، لكن لما فنان كبير يقولها تبتسم وتقول اصل ده فن راقي. والاغرب ان نفس النقابه اللي ممكن توقف مغني مهرجانات عشان قال كلمه زي اشرب خمور وحشيش ما عندهاش اي مشكله انها تعدي دويتو لتامر حسني ومحمد منير من شهرين. الموضوع باختصار يا اما تحط قواعد بقى على الكل من اولهم لاخرهم، او تبطل تعمل نفسك الحارس الامين على القيم وانت بتختار مين تحاسبه ومين تسيبه على مزاجه. باختصار برضو المغنيين اللي في وقتنا حالي زمانهم هيخلص، وهتيجي موجه موسيقيه بطريقه مختلفه وهتخلص، وهتيجي موجه موسيقيه بطريقه مختلفه وهتخلص، وده ببساطه لان الدنيا مش بتقف على حد، ولازم تقتنع ان زماننا غير زمان. تعالى نتكلم شويه عن الدراما. احنا في مسلسلات رمضان مثلا بنلاقي المشاهد اللي فيها كل حاجه، خناقات وضرب وشرب خمور، قعدات في بارات، ايحاءات صريحه او غير صريحه، وكله بيتعرض الساعه 8 بالليل وانت قاعد. طبعا مفيش حد بيطلع يقول يا جماعه ده بيأثر على الاطفال او ده بيخدش الحياه، لا دي دراما وفن راقي على رايهم. يعني لما ممثل مشهور يمسك كاس ويشرب، ولما يتقال جمله فيها تلميح وواضح جدا يقول لك يا عم دي لقطه دراميه، مش لازم تاخدها بالمعنى ده. لكن اول ما مغني مهرجانات او شاب صغير على اليوتيوب يقول كلمه شبه ايحاء تقوم الدنيا وتصدر الصحف والنشرات فلان يفسد الذوق العام. هو الذوق العام ده بيتاثر بالكلمات في اغنيه، لكن ما ياثرش بالمشهد اللي متصور باضاءه 4K. وبعدين نفس
الناس اللي بيقولوا عايزين الفن ينضف هم نفسهم اللي بيتابعوا المسلسلات ديت وبيعملوا عليها رياكت، هم نفسهم اللي بيتابعوا المسلسلات ديت من اول حلقه لاخر حلقه وبيعملوا ريفيوهات على اليوتيوب يقولوا فيها المشهد ده كان جامد وتمثيله قوي واحساس عالي. احساس عالي ايه بس؟ ده المشهد ده لو كان في كليب مهرجان كنت جبت صاحب الكليب وجريته وراه بالعصايه. الموضوع يا جماعه مش موضوع نظافه فن ولا ذوق عام، الموضوع ان في فئه مسموح ليها تعمل اللي هي عايزاه وفئه تانيه لو عرفت تسب بالغلط هيطلعوا يعملوا عليها بيان رسمي. لو جيت تكلمهم يقول لك يا عم ده فن بيتفرج عليه الكبار مش الصغيرين. طب ما هو الصغيرين قاعدين جنبك على نفس السفره فاكيد هيشوفوا اللي انت بتتفرج عليه. الخلاصه طول ما المعايير دي بتطبق على ناس وناس لا هتفضل الدنيا ماشيه كده، اللي معاه جمهور ووساطات وحمايه هيفضل يعمل اللي هو عايزه ويتقال عليه فن، واللي معهوش هيبقى بيخرب الذوق العام. حتى لو بيقول جمله من اغاني التسعينات، نقابه المهن الموسيقيه عمرك ما شفتهم بيطلعوا يعملوا بيان ضد فنان او رابر ليه مقام عالي عندهم وبيخاطب فئه الكلاس ايه؟ لا طبعا. ليه؟ لأن سعر تذكرة الحفلة من حفلاتهم بيعادل شغل سنة كاملة بالنسبة لنا احنا، أقل تذكرة عندهم ب 10 و15 ألف جنيه، ده حتى في تذكرة وصلت أرقام لو قلتها هتفتكرها أرقام عربية مش رقم تذكرة. وطبعا الحفلات دي بتبقى مليانة نفس الكلام بيقولوا عليها خدش للحياة أو مش مناسب للذوق العام، بس الفرق إن الجمهور هناك لابس براندات والحفلة في فندق 5 نجوم أو على البحر، فبتبقى حفله راقيه. لكن لو نفس الكلام اتقال في حفله مهرجانات في منطقه شعبيه فجاه بيتحول لمصيبه قوميه وكارثه اخلاقيه. هو احنا يعني ذوقنا بيتاثر بالكلام لما يتقال ب 200 جنيه لكن لما بيتاثرش لما بيتقال بكلام ب 20,000 جنيه؟ ولا عشان دول بيخاطبوا فئه معينه فالموضوع بيعدي عادي؟ اللي بيضحكك اكتر ان النقابه نفسها ساعات بتبقى موجوده ترى الحفلات دي او تبعت مندوب يحضر وكله تمام ومفيش اي حاجه ولا في اي بيانات ولا تهديدات ولا حتى شرط. الحقيقه يتقال طول ما في فنون مسرحيه مسموح بها للاغنياء وممنوع على الفقراء احنا مش بنتكلم عن ذوق عام ولا فن نضيف، احنا بنتكلم عن تصنيف اجتماعي في صورة قوانين. في الاخر احنا مش ضد الفن ولا ضد ان يبقى في قواعد تحافظ على الذوق العام، بس احنا ضد ان القواعد دي تبقى ماشيه بمبدأ على مزاجك. لو الغلط غلط يبقى غلط على الكل مش غلط على الفقير وعلى على الغني، ولو الفن حريه يبقى حريه للجميع مش بس اللي معاه كارنيه او دعوه VIP. الفن في الاخر صوت الناس والناس مش طبقه واحده ولا لون واحد، ولا هتسمع صوت فئه وتكتم الصوت التاني يبقى انت مش بتحافظ على الفن، لا انت بتحافظ على امتيازات. بس كده الفيديو بتاعنا ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. زي برضه تدعي لاخواتنا في فلسطين وجميع الدول العربيه ربنا ينصرهم ويعينهم على اللي هم فيه. لو في راي مختلف عن رايي يا ريت تكتبه تحت في الكومنتات. بس كده، السلام عليكم.